شي وحدين كيسولوك كيقول لك اش من عمله نجيب معايا في الصرف. اييه هذا السؤال زوين، حيت الناس دابا هنا كيجيو كيقول لك شنو هي العمله اللي طالعه، شنو هي العمله اللي طايحه. هنا جوج العمال اللي كيكونوا دايزين لنا في البرازيل تقدر تصرفهم، هي الدولار والاورو. بالنسبه لك انت شي من الاحسن تجيب معاك الاورو. غادي تقول لي علاش الاورو؟ الاورو كيكون طالع شويه في الثمن، يعني اللي جبتي معاك الاورو بعض الخطرات كيوصل حتى 6 ريال وكيفوت بعض الخطرات 6 ريال الا عرفتي عاد من تصرف. وبالنسبه للدولار، الدولار حتى هو ما نحقروش، الدولار كيوصل 5.20 5.30، ولكن لا عرفتي كيفاش تصرفوا. يعني غادي تجي غادي تبحث غادي تقول لي كيفاش غادي نصرف لنا في البرازيل. الا بغيتي تصرف لنا في البرازيل ما خاصكش تمشي تصرف عند اجونس وحده ولا جوج، كتجي كتضيع واحد النهار ديالك كتبقى تدور على لي زاجونس، كتمشي لهادي وهادي وهادي وكل وحده كتسول كتقول لي شحال دير الدولار ولا شحال دير الاورو. كل واحد كتلقى عنده ثمن وكتقلب حتى كتلقى داك الثمن اللي غادي يمسلك. بالنسبه لشي واحد غادي يقول لك لا ما يمكنش الدولار هنا ما يمكنش تصرفه ب 35 والاورو ما يمكنش تصرفه ب 6 ولا فوق من 6. اييه يمكن. ولا بغيتي تغرق خلي كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي.